السماعة بتاعت النهاردة فيها اختراع ممكن يقعد سماعات كتير قوي في السوق الفترة الجاية بأضعاف سعرها. طب يا جدعان، اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد، والحقيقة ان انا مش عارف ابدأ فيديو النهاردة منين ولا منين من كتر المميزات اللي موجودة في السماعة بتاعت النهاردة. السماعة بتاعت النهاردة هي من شركة مش معروفة قوي اسمها ويل ماكس، ولكن بالرغم انها مش معروفة وبالرغم ان هي اصلا في الغالب شركة صيني، الا انها عاملة حاجة فوق العظمة بشوية. وانت اول ما بتفتح العلبة بتاعت السماعة بتلاقي الحاجات العادية، بيجي معاها وصلة الشاحن وكمان العلاقة دي عشان تعلقها في ايدك بالشكل ده، وفيها برضو الجزء ده عشان لو انت حابب تعلقها في عروة الحزام تعلقها براحتك. بالنسبه بقى لتصميم السماعه، فانت اول ما بتفتحها وبتبص عليها بتلاقيها نسخه طبق الاصل من الايربودز 2 بتاعت ابل، ولكن بمجرد ما تقلبها كده بتشوف العظمه دي. عندك فوق هنا اللوجو بتاع شركه ويل ماكس، وبيجي تحته على طول الشاشه، ودي هنتكلم عليها بالتفصيل كمان شويه لانها فيها مميزات كتيره جدا مش موجوده في اي سماعه تانية بنفس السعر بتاعها. وعندك من تحت مدخل السماعه، هو مدخل تايب سي وجنبه اللوجو بتاع شركه ويل ماكس، وحواليه 4 اخرام. والحقيقه الاربع اخرام دول هم باينين ان هم كانهم منفذ سماعات من الكيس، ولكن انا دورت على استخدامات كتير جدا ليهم ومش لاقي ولا استخدام. يعني حاولت استخدامها كسماعه، قعدت العب شويه في الشاشه هنا واجرب حاجات كتير، ولكن الحقيقه انا مش لاقي لها اي استخدام. ولكن هم شكلهم حلو بصراحه، مش مأذني. في تحت هنا لوجو 1/5 وجنبه لوجو والماكس، والاربع اخرام زي ما قلنا. الحقيقه بقى في السماعه دي ان انت اول ما بتمسك الكيس بتاعتها بتحس ان انت ماسك حاجه فخمه وغاليه. الخامات وجوده التصنيع اللي فيها عاليه جدا بصراحه ومش متناسبه مع سعرها. الجوده دي بنلاقيها في سماعات اغلى من كده بكتير. واللي انا بتكلم فيه من ناحيه الجوده ان انت مثلا لما تفتح الكيس بتاعتها كده، فانت الكيس بتاعتك ما بتتهزش، الكيس بتاعتك ماسكه نفسها، الباب ما بيقفلش لوحده، لا، في ماجنتيك كده، وممكن كمان تفتحها بايد واحده. يعني انت بتعمل كده سهله، تديها بس الزقه الاولانيه بصباعك وبعد كده بتلاقي ميكانيزم بيكمل للاخر. انا بصراحه يا جماعه خايف لا تقولوا ان انا مأفور شويه في السماعه دي وفي حقها، ولكن بصراحه هي عجباني جدا. واول ما بتفتح الكيس بتاعت السماعه دي بتلاقيها وصلت اوتوماتيك على طول بالموبايل بتاعك، ويا دوب انت اول ما تطلع السماعه في ودنك وتحطها انساها بقى يا باشا. مهما تعمل كده يمين شمال فوق تحت استحاله تقع من ودنك. والحقيقه انك اول ما بتشغل السماعه دي وبتسمع صوتها بتسمع صوت مميز جدا ونقي في الفئه السعريه بتاعتها، ولكن انت ممكن تحسنه اكتر باستخدام الشاشه دي، ودي اللي هنجيلها كمان شويه. انا وصلتها دلوقتي بالتليفون بتاعي، انا كده كده مجربها 100 مره، ولكن هشغلها قدامكم. انا حاليا مش سامع اي حاجه، حتى صوتي ده انا مش سامعه. صوتها عالي جدا، انا بصراحه عايزكم تسمعوها. مش عارف بصراحه صوتها واضح ليكم ولا لا، ولكن بصراحه صوتها من احسن السماعات اللي جربتها في الفئه السعريه دي. نفسي يكون صوت السماعه واضح لكم، ولكن انتوا لما تجربوها هتحسوا باللي انا بقوله ده. زي ما قلت لكم ان انتوا ممكن تخلوا الصوت بتاع السماعه احلى من كده بكتير باستخدام الشاشه اللي بتيجي في السماعه، وده هينقلنا للجزء التاني من الفيديو وهي الشاشه. انت بمجرد ما تفتح الكيس عشان تطلع السماعه بتلاقي الشاشه بترحب بيك، وبتلاقي اللوجو بتاع شركه ويل ماكس طلع لك، وبمجرد ما تقفل الكيس تاني بتلاقي الشاشه قفلت معاك. ولكن انت عندك زرار في ظهر السماعه وده بيخليك تشغل الشاشه من خلاله، وتتحكم بقى بالشاشه وانت لابس السماعه او حتى وانت حاطط السماعه جوه، ويخليك تتحكم بالمميزات اللي في الشاشه والكيس مقفول عادي. واول ما بتفتح الشاشه بتلاقي الخلفيه دي ظهرت لك، وبتسحب يمين كده عشان تبدا تستخدم الشاشه. لو تلاحظ تحت فانت عندك تحت صفحات كتيره جدا، واول صفحه موجوده وهي اللغات. عندك طبعا انجليزي وصيني، وعندك تركي، وعندك اسباني، وعندك مش عارف تقريبا دي اوكراني. عندك لغات كتيره جدا، بس للاسف اللغه العربيه طبعا مش مدعومه، كان نفسي تبقى مدعومه جدا ولكن مش عارف مش مدعومه ليه. حتى الهندي موجود، الهندي موجود والعربي مش موجود. المهم سيبك من الصفحه دي، انت كده كده مش هتستخدم منها الا الانجليزي. الصفحه اللي بعدها بقى فيها ميزه بصراحه حوار، وهي ان انت عندك فلاش في السماعه. الشاشه دي مجرد ما تدوس على الزرار بتاع اوبن بتتقلب فلاش وبتخليك تنور الحاجه اللي حواليك. طبعا هي مش اقوى حاجه في الدنيا ومش اكتر حاجه فعاله في الدنيا، ولكن هو اوبشن حلو قوي لو انت مثلا في سيناريو ان انت قاعد في حته ضلمه خالص مثلا وبتدور على حاجه حواليك، التليفون بتاعك مش عارف، بتدور على مفاتيح جنبك، فهتفي بالغرض يعني في سيناريو زي ده. انا طفيت لكم اضاءه التصوير عشان افرجكم على نور الفلاش. هو ده النور بتاعه، هو مش اقوى حاجه، ولكن زي ما قلت لكم لو انت في سيناريو زي اللي انا حكيته لك من شويه فده هيفي بالغرض جدا. ومجرد ما تنقل للصفحه الثانيه عندك اوبشن هو تاتش تو ووك، زي التليفونات بالظبط، بمعنى ان انت مش هتضطر تستخدم الزرار اللي ورا ده دايما عشان تشغل الشاشه. انت بمجرد ما تدوس ضغطه واحده على الشاشه دي بالشكل ده هتفتح معاك وتشتغل معاك من غير ما تدوس على الزرار ده. بعد كده في الصفحه اللي بعدها عندك اوبشن اوتو بلاي واوتو جو، وده اللي هو انك لما بتبقى مشغل فيديو او تراك او حاجه بتشيل السماعه الفيديو يقف او التراك يقف، بتحط السماعه تاني الفيديو يشتغل. الميزه دي طبعا موجوده في سماعات كتيره جدا، ولكن انت الميزه هنا ان انت ممكن تشغل الاوبشن ده او تقفله من السماعه نفسها. في اغلب السماعات التانيه انت عشان تعمل حاجه زي دي بتحتاج تحمل ابلكيشن خارجي للسماعه عشان تلغي الميزه دي، ولكن انت هنا كل حاجه عندك في السماعه نفسها. ومجرد ما تسحب الصفحه التانيه عندك حاجه اسمها ستوب تايمر، وده تايمر بتظبطه على 5 دقايق مثلا، وبعد ال5 دقايق دول ما يخلصوا بتلاقي السماعه بدات تصفر وتقول لك ان الوقت اللي انت ظبطته عدى، زي منبه بالظبط. ممكن تخليه اكتر من 5 دقايق 10 دقايق مثلا،
ساعة حتى لو حابب، زي ما أنت عايز براحتك. فهي ميزة حلوة برضه ومش موجودة في سماعات كتيرة جدًا. برضه بمجرد ما تصفح الصفحة التانية بتلاقي عندك الخلفيات، ويا باشا عندك 3 خلفيات، ال3 أحسن من بعض وبتغيّرهم بكل سهولة جدًا. عندك أول خلفية اللي هي بتاعة الغزلان دي، وبعد كده عندك الخلفية بتاعة الورد دي، وبعد كده عندك الخلفية التانية وهي بتاعة الكواكب دي. ولكن أنا بصراحة أكتر خلفية عجبتني فيهم وهي بتاعة الغزلان دي، شكلها حلوة وشيك جدًا أول ما السماعة بتفتح. وبعد كده لما تصفح الصفحة التانية بتلاقي عندك علامة كاميرا ومش مكتوب أي حاجة. وده ليه بقى يا باشا؟ أنا دلوقتي عايزك تتخيل معايا سيناريو إن أنت خارج لوحدك في مكان حلو وعايز تتصور صورة حلوة قبل ما تمشي ومعكش حد، أنت لوحدك. لو أنت معاك السماعة دي فأنت متطمن، كل اللي أنت هتعمله إن أنت هتثبت التليفون بتاعك في مكان وهتجيب الأوبشن ده وهتفتح الكاميرا في تليفونك وهتدوس على زرار الكاميرا وبس يا باشا، الكاميرا هتصورك بنفسها كأنك معاك أجدع فوتوغرافر. ونيجي للصفحة اللي بعدها وهي فايند ايربودز، وعندك ليفت ورايت. ودي لما تبقى السماعة ضايعة منك مثلا الفردة الشمال بتدوس على كلمة ليفت بتلاقي الفردة الشمال عملت صوت، وعلى فكرة بيكون صوت مسموع جدا لو انت جنبها، انت طبعا ما بترنش عليها فيديو كول يعني. نيجي بقى للصفحة التانية وهي البرايتنس او مستوى السطوع. عندك لو وميدل وهاي. لو طبعا بتكون الاضاءه اقل حاجه، وميدل بتكون الاضاءه متوسطه، وهاي طبعا بتكون اعلى حاجه، ولكن احنا بنحب الاعتدال فهنخليها على ميدل. انا شايف ان ميدل قوي مرضيه بالنسبه لي بصراحه. وبعد كده نيجي للصفحه الثانيه وهي الفوليوم. عندك 16 مستوى صوت ممكن تتحكم بيهم من خلال السماعه. ممكن تقلل او تزود مستوى الصوت من خلال الكيسه بتاعت السماعه نفسها، مش مضطر حتى ان انت تمد ايدك لحد السماعه. وبعد كده نيجي للصفحه اللي بعدها وهي سبيشال اوديو. ومجرد سيادتك ما تفعل الاوبشن ده بتلاقي عندك في الشاشه 3 علامات، علامه كنترولر وعلامه ميوزك وعلامه فيديو. ومتهيألي الاوبشن شارح نفسه يعني، انت مجرد ما تفعل علامه الكنترولر دي كده كانك فعلت جيمنج مود بالظبط. الديلي في السماعه دي وانت بتلعب لعبه زي ببجي مثلا بيقل بشكل ملحوظ، ولكن هو مش افضل حاجه. افضل حاجه طبعا في الفئه السعريه دي السماعات اللي بسلك. وعندك الخيار اللي بعده وهي علامه الميوزك، ودي بمجرد انت ما تفعلها بتلاقي الموسيقى او التراك اللي انت مشغله الصوت قل شويه ولكن الجوده بقت احلى بكتير وانقى. وعندك العلامه الثانيه وهي علامه الفيديو، ودي بمجرد ما تفعلها مثلا انت تتفرج على فيديو يوتيوب بتلاقي الصوت بقى احلى واوضح بالنسبه لك، وبيبقى فيه ديلي ساعات في اليوتيوب في السماعات العاديه، فهنا الديلي لما بتفعل الاوبشن ده بيختفي تماما. بعد كده في الصفحه الثانيه عندك اوبشن امبيانت، وامبيانت هنا يعني محيطيه، واول خيار بتلاقيه ظاهر قدامك بيخلي لك السماعه محيطيه. يعني بمعنى انت لو مشغل فيديو مثلا على يوتيوب والفيديو الصوت بتاعه محيطي، يعني مثلا في صوت من قدام وفي صوت من ورا، فالسماعه المفروض انها تطلع لك الصوت اللي من قدام جاي من قدام والصوت اللي من ورا جاي من ورا. ولكن الاوبشن ده هنا مش شغال بالفعاليه او بالكفاءه اللي في السماعات الغاليه، لان اصلا التقنيه بتاعت السماعات المحيطيه دي تقنيه غاليه جدا. ونيجي للخيار اللي بعده، ده بيخلي لك السماعه صوتها ستيريو، يعني بمعنى بيخلي لك السماعه جزء اليمين منفصل والشمال منفصل. وفاكرين في اول الفيديو لما قلت لكم ان انتم ممكن تخلوا صوت السماعه احسن؟ فده من خلال الاوبشن ده. انا بخليها ستيريو وبعدين برجع على الاوبشن اللي ورا وبفعل سبيشال اوديو وبخليها على الخيار اللي في النص اللي هو خيار الموسيقى. لو فعلت الاوبشنين دول فانت هتاخد احسن صوت من السماعه دي. ونيجي للصفحه اللي بعدها وهي ايكولايزر. انت بمجرد ما تفعل الاوبشن ده بتلاقي عندك كذا افكت للصوت، من ضمنهم مثلا افكت البيس، وده لو انت بتحب تسمع البيس في التراك بتاعك، ولكن انا ما بحبش افعل الاوبشن ده خالص فبقفله. نيجي لاخر صفحه وهي الميوزك. انت عندك هنا بلاي وبوز للميوزك، وعندك انك تشغل الاغنيه اللي بعدها وانك تشغل الاغنيه اللي قبلها، بس سهله جدا. ودي كانت كل الحاجات اللي في الشاشه دي، ولكن لسه عندنا حاجات تانية في السماعه نفسها. انت دلوقتي هتفتح السماعه وتطلعها وتحطها في ودنك، وهتبقى حاطط الكيس في جيبك زي ما قلنا اغلب الوقت. فانت دلوقتي مثلا عايز تشغل التراك، فهتقوم جاي داس دوسه واحده هنا التراك اشتغل، انا كده دلوقتي مش سامعكم. دوسه تانية هنا التراك قفل، انا كده دلوقتي بقيت سامع نفسي وبقيت عارف اتكلم. الصوت بتاعها بصراحه عالي جدا. ولو ضغطت هنا ضغطتين فانت بتجيب التراك اللي بعده، لو ضغطت 3 ضغطات فانت بتجيب التراك اللي قبله. طبعا يا جدعان بكده يكون فيديو النهارده خلص. اعذروني بقى على اخر شوط ده مش مترتب له بصراحه لان الكاميرا فصلت. دلوقتي عايزكم تقولوا لي رايكم في السماعه دي في الكومنتات، وهل انتوا ترشحوا حاجات احسن منها في نفس الفئه السعريه دي واللي هي 800 جنيه ل 900 جنيه ولا لا. وبس كده، ادونا اللايك التمام وما تنسوش السبسكرايب لان ده اكتر حاجه بتدعمنا في الوقت الحالي. وسلام.